للأسف علشان حضرتك غلبانة وبتصدقي أي حاجة تتقالك، وكل معلوماتك عن النسوية فهي وبس إحنا لينا حقوق، إحنا لازم نتقدر، ليه الرجالة تعمل وإحنا لأ، وبلا بلا بلا بلا. بس عايز أحرج سؤال، إيه هي النسوية أصلا؟ النسوية بدأت في أوروبا وظهرت علشان المرأة في العصور الوسطى كان مشكوك في إنسانيتها، وكان مشكوك في طبيعة تكوينها، وكانوا فاكرين إن هي ذكر مشوه أو حتى ما فيهاش روح زي البني آدم العادي، وإنها كائن غير مفيد ولا هيقدر يفيد في أي حاجة. واقتصر دورها في التربية وتنظيف البيت، ده غير إنها كانت مهمشة ومستحقرة من أفراد عيلتها، ملهاش حق لا تعليم ولا عمل ولا ميراث ولا حتى إنها تختار زوجها أو حتى تشارك برأيها، سواء مشاركة سياسية أو اجتماعية أو حتى إنها ترفع قضية وتقول أنا حد ظلمني. لا، شهادتك مش مقبولة. أنت مين أنت؟ ما عندناش ستات تروح المحاكم وترفع قضايا. وعلشان كده لو خدت بالك إن كل القرارات إن المفروض المرأة كبني آدم كشخص ياخدها لنفسه كانوا بياخدوها نيابة عنها، وهي ملهاش رأي ولا حتى بيستشيروها. وعلى فكرة أنا كل ده بتكلم على النساء البيض اللي هم أحرار. أنا بقى لو جيت اتكلمت على النساء السمر فالموضوع كان فظيع، لأنه كان استعباد حرفيا. ومن هنا بدأت النسوية من أواخر القرن ال19 لحد بداية القرن ال20 بدأت أول موجة للنسوية، وساعتها بدأوا يطالبوا بالحقوق الأساسية اللي المفروض أي مواطن بيحظى بيها: حق التعلم، حق العمل، أو حتى حق التصويت. ومن أبرز الشخصيات في الحركة دي هي ماري وولستونكرافت. ماري كانت زي الأم الروحية للحركة، ولحد هنا كانت كل مطالبهم هي مطالب بسيطة، إن هم عايزين يشاركوا في المجتمع وينزلوا سوق العمل ويبقى ليهم حق في التعليم. وبعد 70 سنة من الحركة المرأة بقت في أمريكا تقدر تصوت رسميا. بس بعدها بشوية كده الحظ جه في صالحهم جدا، وهنا بدأت الحرب العالمية الأولى، والرجالة كلهم طلعوا على الجبهة عشان يحاربوا، والمصانع بقت فاضية، وكانوا مضطرين إن هم ينزلوا الستات سوق العمل. وكانوا خايفين جدا من الخطوة دي علشان كانوا معتقدين ان الست ما تنفعش لسوق العمل، وان سوق العمل صعب عليها جدا، وان هي مش هتستحمل البيئة دي. وكانوا فاكرين ان المرأة ليها بيتها هي وبس، ولكن اضطروا ان هم ينزلوهم سوق العمل، والستات بدأت تشتغل في المصانع مكان الرجالة. وهنا كانت المفاجأة الكبيرة بالنسبة لهم. الستات نزلوا واشتغلوا في المصانع والشركات، ومش بس كده، واثبتوا كفاءتهم ان هم يقدروا يشتغلوا زي الرجاله في نفس تقريبا ظروف العمل. وبعدها اتغير الفكر الاوروبي ان الستات ما بتقدرش تشتغل او ان بيئه العمل صعب عليهم، وبدا العقل الاوروبي ساعتها يعترف ان المرأة ليها دور وان المرأة تقدر تشارك في بيئة العمل. وبدأت بعدها المرأة تشارك سياسيا بان هي تصوت في الانتخابات، او حتى تقول رأيها في المحاكم، او حتى ان هي تبقى عضو في مجلس الشعب او مجلس الشورى. وبدأت المرأة تاخد كام دور كده في المجتمع، ومن هنا النسوية بدأت تتكلم. بس للأسف الفرحة مش بتكمل، رجعوا تاني يطالبوا بحقوق العمل علشان الحرب خلصت، والرجال رجعوا تاني المصانع، والستات رجعت تاني للبيوت. والحركة كانت مستمرة في انها تطالب بحقوق التعليم والمشاركة السياسية وحقوق العمل. كل الحقوق دي ما كانتش لسه موجودة بشكل كلي في اوروبا، بس الحركة لحد هنا وبدأت تخرج. الحركة بدأت من انها كانت بتطالب بحقوق اساسية الى انها بتطالب بحق زي حق السيطرة على الجسد. الست تشوف هي عايز تلبس ايه تلبسه من غير ما حد يقول لها اللي انت بتعمليه ده غلط، اللي انت بتعمليه ده ما ينفعش. حتى لو هي مش عايز تلبس حاجة اصلا كانت بتقول لك ان انا حرة ان انا ما البس. فالحركة من هنا اتحولت من انها حركة كانت معمولة اساسا عشان الحقوق الاساسية لاي مواطن، هي مشاركة، تعليم، فرص عمل، الحاجات دي كلها، الى حركة عايزة تعمل اللي في دماغها. حركة مش فارق معاها أي عادات ولا تقاليد ولا ديانة، حركة مفيش حد يشكمها ولا حكومة تلمها. بدأوا يعملوا مظاهرات في الشوارع زي إنهم يحرقوا هدومهم أو إنهم يسيبوا شعر جسمهم ويعملوا تصرفات زي الرجالة. ومن هنا تحولت الحركة من حركة كانت عايزة تعظم دور المرأة وتبين أهميتها، الحركة بتعظم دور الرجالة وعايزة المرأة تتشبه بيهم. والغريبة إن القوانين في الحركة دي كانت للنساء البيض بس، يعني كان النساء السمر والنساء المسلمين خارج حسبتهم تماما. وفي نفس الوقت كان في حركة للنسوية بس كانت تبع النساء السمر، كانت تحاول تحررهم من الاستعباد ومنع تنفيذ حكم الإعدام عليهم زيهم زي الأحرار. ودي كانت حركة نسوية. بس في نفس الوقت برضو كان في حركة نسوية بتحاربهم، تقول لهم لا
انتوا مالكوش حق اصلا ان انتوا تطالبوا بالحاجات دي. ومع تطور التكنولوجيا وتطور الحملات النسويه، حولت النسويه من مجرد مظاهرات بينزلوا فيها ويرفعوا فيها اليافط اللي عليها مطالبهم الى حملات على وسائل التواصل الاجتماعي، بينزلوا بوست وكلهم بيشيروه، ومن هنا بدأت النسوية تنتشر حول العالم. ساعتها الحكاية بدأت. وبعد تطور التكنولوجيا وظهور الإعلام وظهور كل الحركات الإعلامية، السوشيال ميديا أو حتى التلفزيون، بدأ مصطلح النسوية ينتقل من الغرب للبلاد العربية، وبدأت المرأة العربية تعرف مصطلح النسوية، وبدأوا يقلدوا النسويات الغربيات في مثلا حرية اللبس، حرية الرأي، وكان هدفهم إن المرأة جميلة وإن هي حرة في إنها تبين جمالها، تبين شعرها أو حتى تبين جسمها. بس ساعتها ما راحوش لبلد عربية متشددة، راحوا البلد مثلا زي مصر، كانت لسه خارجه من الاحتلال الانجليزي، وكان بالنسبه لهم المراه الانجليزيه هي رمز للانوثه والاناقه والجمال. وبعد الحركات دي كلها بدات النسويه في ان هي تبقى عايزه تنافس الرجاله، انا بس مش جميله وكلي اناقه وشياكه ومبينه جمالي، عايزه اكون زي الراجل، اشتغل زي الراجل، اعمل كل حاجه زي الراجل، هو ليه يعمل وانا لا؟ فلو اخدت بالك ان الحركه بدات في انها بس بتطالب بالحقوق الاساسيه لاي مواطن، زي حق التعلم وحق العمل وحق المشاركه في المجتمع، الى حركه بتحتقر دور المراه وبتعظم دور الراجل عن طريق ان هم اصلا عايزين يشبهوا نفسهم بالرجاله. زي ما قلنا في الاول، ربنا سبحانه وتعالى ما خلقناش زي بعض، لو كان عايزنا زي بعض كان خلقنا اميبا يعني سيلولار وبنتكاثر بالانقسام الميتوزي وخلاص. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا متكاملين، الست جميله والراجل بيحب الجمال، والراجل قوي كده وغضنفر، وست محتاجه الراجل السند ليها واللي يحميها. حتى لو جيت تبص على التكوين البيولوجي للراجل والست هتلاقي فيه تكامل فظيع سبحان الله يعني. فبالتالي ربنا خلقنا ادوارنا متكامله مش متكافئه، يعني ما ينفعش الراجل يعمل اللي الست بتعمله ولا الست تعمل اللي الراجل بتعمله، لانها مش هتعرف. وما ينفعش برضو حد يسال التاني يقول له انت ليه ما بتعملش زي ما انا ما بعمل، او انا بعمل اكتر، او انت بتعمل. ولو عملت كده فهي بالتالي برضو بتاثر في حاجات اساسيه اللي هي دورها الاساسي لبيتها وعيالها. ربنا سبحانه وتعالى خلق الراجل علشان يشقى، يعني لما ربنا جه يكلم سيدنا ادم قال فنخرجنكما من الجنه فتشقى، ما قالش فتشقيا. ربنا سبحانه وتعالى أهل الراجل ذهنيا وجسديا ان هو يشقى، وجهزه بجهاز عصبي سريع بيخليه يقدر ياخد قرارات صح سريعه من غير ما يكون مضغوط عاطفيا. طبعا عارف في مجتمعنا في ناس كتير قوي مظلومه، وفي ستات اضطرت ان هي تشتغل عشان تصرف على عيالها وتربي عيالها من حلال. بس انا هنا بقى بتكلم على الناس اللي اشتغلوا او نزلت شغل رفاهيه، او هي مش محتاجه انها تشتغل ونزلت شغل، فبالتالي الوقت اللي المفروض ان هي كانت تقضيه مع عيالها بيقضيه لوحدهم، وطلعت لنا جيل منال ب60 نيله. ولكن على الصعيد الاخر بقى ربنا خلق الانثى بكميه امكانيات الراجل مش هيقدر يجاريها فيها، عندها حنيه تتوزع على الدنيا كلها. ده غير كمان اي بنت وهي صغيره بتميل ان هي يبقى عندها لعبه بتاع حيوان تهتم بيه، بتتمرن وهي صغيره ان هي يبقى عندها بيبي. وسبحان الله ربنا قال وحملته امه وهنا على وهن، الراجل ما يقدرش يعمل كده، وبالرغم من كده ورغم كل الوجع اللي هو وجعه لها ده بتحب ابنها وتموت فيه، لا وكمان ما بتستحملش اي كلمه حد يقولها عليه. ده غير كمان ان ربنا اهلها بكميه مؤهلات كمعلم انها تصبر وتستحمل، علشان كل اللي هي كانت بتعمله ده الرسول فضلها 3 مرات، وساعتها ما سمعناش حد اتكلم ولا قال هو انا ليه هي 3 مرات وانا لا، طب هو انا بحارب هي ليه ما بتحاربش. وقصاد التفضيل اللي الرسول فضله ليها ادى للراجل برضه شويه صلاحيات علشان يعرف يدير البيت اللي هو فيه. وهنا الاب هو بيبقى زي الحكومه التشريعيه، والحكومه التنفيذيه هي الام. وفي الاخر حابب اقول لكم ان انا هجومي على النسويه ليس الا حبا واحتراما لتقدير المراه والام بشكل اساسي، وان عكس النسويه مش الذكوريه خالص، عكس النسويه هي الفطره اللي ربنا خلقنا عليها، فطره اللي ساعتها لو مشينا عليها هيبقى عندك مجتمع اساسه مظبوط صح. سلام.